اللي بيحب التجديد في الاكل يجي معايا اوريكم الصينيه التحفه دي. فراخ هنعملها بعلبه زبادي هتخلي الصوص بتاعها رائع. شفتها على قناه من القنوات واتعلمتها وقلت اعملها معاكم، بس ما كنتش متخيله ان النتيجه بالجمال ده. هنعمل الصينيه التحفه دي ومعاها شويه رز بقى تجديد شويه كده بلسان العصفور، والطعم ولا اروع. اهلا بيكم في قناتي المتواضعه طبخه وشنطه مع هبه. يا رب قناه تكون خفيفه على قلوبكم، ما تحرمش من الكومنتات ولا اللايكات بتاعتكم. يلا اشتراك في القناه بتاعتي، ويا ريت اللي لسه ما تابعنيش على صفحه طبخه وشنطه على الفيس اتمنى ويشرفني انه يتابعني، ولايك وكومنت وشير كتير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ونقدر كلنا نستفيد من بعض بإذن الله. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الجمال ده هنعمله ازاي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا معايا فرخة منضفاها كويس جدا ومقطعاها اربع، 3 طماطمات، بصلتين صغيرين، فلفلتين، و3 فصوص او 4 توم مفرومين. صينية على النار هنزل فيها بأي مادة دهنية، زيت على سمنة بلدي نباتي اللي يريحك. تمام. وطبعا انا فرمت كل الخضار مع بعض. اول حاجة هنزل بيها البصل بتاعنا اللي احنا فرمينه بالسكينة في الكبة اللي يريحك. اديله تشويحة حلوة كده لحد ما لونه يصفر وتدبل معانا. تمام كده. انا واثقه ان الاكله دي هتعجبكم قوي. هنزل بالثلاث فصوص توم المفرومين برضو، اديها تشويحه مع البصله لحد ما ريحتها تطلع، وبعد كده انزل بالفلفل بتاعنا وبرضو اديله تشويحه حلوه. الطماطم مش هنزل بيها دلوقتي. بعد كده هنزل بالفراخ بتاعتنا، اديها كده صدمه وتغير لون، هتشوفوا دلوقتي. جربوا الاكله دي والله ما هتندموا، بجد بجد طلعت خرافة. تسلم ايدي الشيف اللي انا شفتها منها. هقلب في الفراخ شمال ويمين كده لحد ما لونها يتغير. تمام. وفي طبق كده بعد ما اقلب ولونها يتغير هقوم مطلعة الفراخ بتاعتنا، واضيف بعد كده الطماطم بتاعتنا مكعبات، ولا في خلاط ولا في اي حاجة، واديها تشويح حلوة وبتاع 3 معالق مية كده بس عشان خاطر تقلقلي الصوص الحلو ده. التوابل بتاعتنا بهارات فراخ، فلفل اسود، كمون، ملح، كزبرة، 1 ورق لورا، وممكن 1 حبهان، ونقلب الجمال ده كله مع بعض لحد كده وتمام. وبعد كده هضيف 2 كبار زبادي، وهو ده اللي هيخلي طعمها مميز وجديد، والصوص بتاعها اجمل من الفراخ نفسها. وبتاع نص كوباية مية او كوباية الا ربع. وبعد كده اسيب الخليط ده كده على النار شوية، وبعد كده انزل بالفراخ بتاعتي تاخد تقريبا نص سوا على النار من فوق. انا لسه انا مش هدخلها الفرن، بس مش دلوقتي، هقول لكم امتى دلوقتي. تمام كده. هي خلاص دخلت تقريبا يعني في اكتر من نص سوا. اطلعها احطها في صينية بايركس عندي، اي صينية عندكم، اي صينية ألمونيا ان شاء الله حتى. تمام. بعد ما طلعتها الصوص التحفة ده هنزل بيها على الفراخ، هز الصينية هزة حلوة كده، واكون مولعة الفرن وادخلها جوه الفرن. هنعمل الرز بقى مع بعض لحد ما نطلع الفراخ بتاعتنا، يعني بتاع نص كوباية لسان عصفور، وحمرها زي الشعرية عادي خالص لحد ما اوصل للون الذهبي التحفة ده. ومعايا 2.5 كوباية رز مغسولين طبعا ومتصفين كويس جدا، هنزل بيهم على اللسان العصفور وافضل اشوح فيه لحد ما الرز بتاعنا يتشمع ويخرز. واضيف بعد كده الملح بتاعنا، مش هضيف اي حاجة تاني، ممكن سنة كمون صغيرة
واحدتين مستكة. وبعد كده اضيف المية زي اي رز عادي جدا، يغطي الرز بتاع سنتي بالظبط كده، واغطي واسيبه يستوي معايا زي اي رز عادي. وهنرجع له بعد ما يستوي اوريهولكم ان هو روعة ومفلفل وتحفة. تمام كده، وده الرز بتاعنا روعة، كان ريحته تجنن. ده الرز اللي بلسان العصفور بتاعنا. ودي الصينية بعد ما طلعت من الفرن حتى لسه اهي بتبقبق معانا، روعة، طعمها يجنن. يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.